هي ايه الاختراعات الغريبه اللي بلبن بيعملها دي؟ يعني عامل حاجه اسمها حلا وحلو وحلولو والباكج على شكل هرم. هو ايه اللي بيحصل يا جدعان في بلبن ده؟ كل سنه بيعمل لنا اختراعات في رمضان كده، والاختراع النهارده بتاع السنه دي اختراع غريب جدا، عامل حاجه اسمها التسطوسه. لا ومش بس كده، عامل اختراعات جديده تانية اسمها حلا وحلو وحلولو. فيلا بينا نشوف الاختراعات الجديده اللي هو عاملها دي. الاهرامات ما طلعتش في الجيزه يا جدعان، الاهرامات طلعت عند بلبن، وحب انه يفاجئنا في رمضان السنه دي بيها، ونزل اختراع جديد اسمه الحلا والحلو والحلولو. الحلو نص فراوله ونص مانجا، ده الدور الاخير بقى اللي هو عباره عن حلولو. هبدا باول حاجه سقف الهرم، طبقه شوكولاته وتحتها فراوله، تحتها كريم بروليه تحت اهوت. طعمها قريب قوي من الامباليه، كميه الكريمه اللي فيها حلوه جدا. هنخش بقى على اول حاجه بقى في الدور الاول اللي هي الحلا. زي ما انتم شايفين هات معاك. ايه رايك بقى؟ يميني والله يميني. طبقه روان من تحت متسقسقه في اللبن، عليها كريمه وطعمها حلو قوي، مع طبقه الكريمه اللي في النص مع طبقه الكريمه اللي فوق، فطعمها جامد قوي قوي قوي. ودي بتكون نص مانجا ونص فراوله، طبقه كريم بروليه مع طبقه كريمه مع طبقه كنافه متحمصه مع الفراوله كده في الجيل الفراوله، فطعمها حلو قوي. طبعا انا من عشاق المانجا جدا، فانا طبعا لما دقت المانجا فضلت المانجا اكتر من الفراوله. طعمها جامد جدا. وده بقى الدور الاخير اللي هو الحلولو. كنافه من تحت، الطبقه اللي في النص بتبقى كريمه زي ما انتم شايفين، الطبقه اللي فوق بتبقى عباره عن مانجا وجيلي مانجا. شايفين كميه المانجا قد ايه؟ احلى ما في الموضوع عندهم اصلا يعني هم مش حاطين نسبه السكر عاليه قوي في الحلويات ديت، يعني نسبه السكر عادي ما تجزعش خالص. جامده قوي ديت. بقى التسطوسه بتبقى عباره عن نص مانجا ونص فراوله، كنافه متحمصه مع الكريمه مع المانجا. يلا بسم الله. عارف انت اللي احنا كنا واكلينها قبل كده، اللي هي البوله بتاعت كنافه وبسبوسه، جامده. مع الفراوله انا شايف ان الكميه بتاعت المانجا وكميه الفراوله محترمين قوي، بس انا عن نفسي حبيت المانجا جدا قوي. دي بقى التسطوسه يا جدعان بقى، بس نص كندر ونص نوتيلا. بعشق حاجه اسمها كندر. مبدئيا انا بحب النوتيلا جدا، بس انا فضلت الكندر عن النوتيلا. بصوا بقى، لو انت فرد لوحدك بقى وعايز تجيب حاجه لنفسك بدل ما تجيب اللي هي الادوار ديت، عندك قدامك بقى ايه؟ حلقات، حلقه البيستاشيو، حلقه الكندر، حلقه النوتيلا، حلقه اللي هي اللوتس وعليها برده لوتس مجروش. بدات بالحلقه البيستاشيو، انتوا عارفين طبقه الروان اللي تحت كده مع الكريمه مع صوص البيستاشيو، طعمها خطير قوي. مبدئيا هي خفيفه جدا ما تجزعش وطعمها حلو جدا. دخلت بعد كده على صوص الكندر، زي ما انا قلت لكم في الاول ان انا بفضل صوص الكندر، فطعمها جامد قوي قوي قوي. برضه هم عاملين الحلاوه لو برضه لو انت مثلا فرد او اتنين او تلاته مع بعض او شله صحاب. هنبدا باول حاجه البيستاشيو. الله، انا يا ابني هيجي لي السكر يا ابني والله. طبعا اللي متابعني عارف ان انا ما بفضلش طعم صوص اللوتس اصلا. دي الحلاوه لو بقى اللي عليها كريمه من فوق وقطع فراوله، حلوه قوي 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 قوي. وبس كده، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا.